بسم الله الرحمن الرحيم. يا للعجب، هذا مخلوق يدعي أنه رسول من الله تبارك وتعالى، يوجه رسالة قوية شديدة مثيرة إلى السعودية، فيقول لهم: عليكم بهذا الأمر، وإلا كان وكان من شأنكم. نسمعه ماذا يقول في هذا الفيديو المفيد إن شاء الله، وفيه تنبيهات وفيه أسرار وحقائق ومفاجآت نسمعها جميعا إن شاء الله. لكن قبل ذلك لا تغفلوا الصلاة والتسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هي تجارتنا الرابحة المربحة إن شاء الله، حيث يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم وفقنا لهذا الخير وعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. إذن أيها الأفاضل، نسمع لهذا المخلوق ثم نعود للبيان والتوضيح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله إليكم. ما أوحى إلي ربي تبارك وتعالى، وهي رسالة إلى المملكة العربية السعودية بأن يهدموا المكعب الأسود المسمى بالحج، والذي هو افتراء وكذب على الله تعالى وعلى القرآن العظيم، وأن يردوا إلى الناس أموالهم ولهم رؤوس أموالهم، فإن لم يفعلوا فليأذنوا بحرب من الله تعالى وإلى الشعوب العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها: إن لم تتحركوا وتقفوا في وجه الظلم والباطل فاعلموا أن سكوتكم سبب لقيام الساعة. اللهم فاشهد إني بلغت، اللهم فاشهد إني بلغت، اللهم فاشهد إني بلغت. هذه القضية أيها الأفاضل لا تستغربوها ولا تنكروها ولا تعجلوا أو تستعجلوا من أمرها، فقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وقد وقعت وظهرت بل في زمانه ولا زالت. أخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قريبا من 30 حدد نبينا صلى الله عليه وسلم حتى عددهم، قال: كلهم يزعم أنه رسول الله. وقد خرج منهم عدد ولا زالوا كالأسعد العنسي أو كالأسود العنسي والمختار الثقفي وسجح ومسيلمة الكذاب وغيرهم، ولا زالوا أن يخرجون يقولون لنا أنا رسول الله، ويأتي برسالة وبأمور جديدة. وكذلك المهدي المنتظر يخرج ويقول: أنا المهدي المنتظر. وهذا من تسويل إبليس. إبليس يفعل فعلته، قال الله فيه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال الله فيه، أي في إبليس، وفيهم: وسول لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هكذا إبليس يفعل بالناس. ورب يقول: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أعظم الكذب على الله وعلى الرسول أن يأتي
مخلوق فيقول أنا رسول من عند الله وأنا رسول وأنا وأنا وأنا، هذه أكبر مصيبة قال. ولهذا النبي سماهم أنهم يخرجون في هذه الأمة قريب من 30 دجالون كذاب كلهم يزعم أنه رسول الله ولا رسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من خرج يدعي أنه نبي أو رسول فليكن مصيره العقوبة والزجر والتكذيب والإهانة والخزي. هذا هو عقل المؤمنين وعقل المسلمين، هذا هو الدين، لا أن نخرج ونصدق مثل هؤلاء. لأن كثيرا من الناس لما يخرج رسول أو يدعي المهدي المنتظر تجد الناس حوله ويسمعون له ويقولون. هذا من تسويل الشيطان والعياذ بالله. ولهذا هذا المخلوق ماذا يقول الآن؟ قال بأني رسول الله. بماذا جاء؟ قال على السعودية أن تهدم الكعبة، ثم قال وأن ترد الأموال التي أخذت من الناس إلى أهلها. انظر كيف يلعبون. هذا الله أعلم رافضي من الروافض، لأن الروافض يفعلون هذا ويقولون بهذا، أنهم يبطلون الحج ويقولون سينقلونه أو ينقلون الحج إلى كربلاء، وهذا عنده مشهور ويتكلمون به باستمرار. نسأل الله العافية. لا بلغهم الله الروافض أعداء التوحيد، نسأل الله السلامة من شر كل ذي شر. ويقول على الشعوب العربية، هذا يقول هذا الذي يدعي رسول الشعوب العربية أن تقوم في وجه الظلم، وإلا كان السكوت على الظلم سببا لقيام الساعة. يقول سكوتهم سبب لقيام الساعة. هذا الخروج لهؤلاء أن هذا من علامة الساعة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تقوم الساعة حتى يخرج أو يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعمون أنه رسول الله. هذا من علامة الساعة، نسأل الله العافية. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا دليل من دلائل النبوة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، أي غيبيات الله تبارك وتعالى أخبره، وهو أخبر بها الأمة من أجل أن يصدق الرسول وأن يكون كلامه فاصلا حقا واضحا يدل على أنه رسول. قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.